بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة عندنا درس جديد. إحنا الدرس اللي فات خدنا إيه؟ خدنا الأعداد والأرقام والصيغة العددية. طبعا الدرس اللي فات ده شباب كان عبارة عن تمهيد للدرس بتاع النهاردة. الدرس بتاع النهاردة اسمه الأعداد الكبيرة، ودوت يعتبر أول درس عندك في المنهج. يبقى الدرس اللي فات يعتبر إيه؟ درس تمهيد، ودرس كان مهم جدا جدا. اما النهارده ان شاء الله يعتبر دوت اول درس اسمه الاعداد الكبيره. لغايه السنه اللي فاتت احنا خدنا مجموعه من الاعداد، خدنا 6 خانات. تمام، لغايه هنا بالظبط كان خدنا خانه الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ومئات الالوف. دوت لغايه سنه كام؟ لغايه سنه ثالثه. طبعا احنا كبرنا السنه دي بقينا في سنه رابعه، فخدنا ارقام جديده ومجموعه ارقام جديده. اول رقم فيهم اسمه ايه؟ اسمه الملايين، وبعد كده عشرات الملايين، وبعد كده مئات الملايين، واكبر رقم خالص اسمه اسمه رقم ايه؟ المليار. يبقى انا عندي كده السنه دي ان شاء الله هاخد 10 خانات، اللي هو خانه الاحاد، خانه العشرات، المئات، الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، المليار. لازم احفظهم زي اسمي، لازم احفظهم زي اسمي. طبعا اللي هيحفظ الحاجات دي كلها هيعرف يقرأ اي عدد، يعد اي عدد، اي عدد. تمام. طيب يبقى لازم احفظهم زي اسمي. يبقى اول خانه اسمها خانه الاحاد والعشرات والمئات. دي كانت عندنا السنه اللي فاتت، كنا مسمينها ايه يا شباب؟ دي مسمينها دي عيله الوحدات. عيله مين؟ الوحدات. والعيله اللي بعديها كانت عيله مين؟ عيله الالوف. عيله الالوف. طيب العيله الجديده السنه دي اسمها ايه بقى؟ عيله الملايين. واكبر عيله اسمها عيله مين؟ المليار. كل عيله من دولت بيتكونوا من 3 بيوت. يبقى انا عندي كل عيله بتتكون من كام؟ 3 بيوت. يبقى اول حاجه الوحدات فيها 3 بيوت. البيت الاول اسمه بيت ايه؟ بيت الاحاد. اللي بعديه بيت العشرات. اللي بعديه بيت المئات. طيب عندي عيله الالوف بتتكون من كام بيت؟ 3 بيوت. اول بيت اسمه بيت الالوف او احاد الالوف، بعد كده عشرات الالوف، مئات الالوف. خد بالك ان هنا دي اسمها ايه؟ احاد، صح؟ بس سميناها ايه؟ باسم العيله بتاعته. يبقى عندي احاد لوحديها، هنا عشرات، هنا مئات، عشان دي العيله اسمها عيله مين؟ الوحدات. تمام. ودي ساعه لما اجي اقرا الرقم لا بتتكتب ولا بتتقرا. اما العيله الثانيه اللي اسمها عيله الالوف، سميناها بعيله الالوف عشان خاطر ايه؟ اول بيت اسمه بيت الالف او الالوف. ممكن نسميها إيه برضو؟ احاد الالوف. طب اللي بعديها عشرات الالوف، واللي بعديها مئات الالوف. طب العيله اللي بعدها اسمها عيله الملايين، برضو مسميه باول ايه؟ باول بيت عندهم. اول حاجه بيت الملايين او احاد الملايين، بعد كده بقى عشرات الملايين، بعد كده مئات الملايين، واخر حاجه اسمها خانه المليار او عينه المليار. طبعا اللي بعد المليار حاجه اسمها عشرات المليار ومئات المليار، بس طبعا مش عليه. يبقى الحاجات دي لازم احفظهم زي اسمي. يبقى دي اسمها عائلات الارقام. اول عيله اسمها عيله الوحدات، تتكون من 3 بيوت مهمين جدا. العيله الثانيه اسمها عيله الالوف، فيها برضو 3 بيوت. والعيله الثالثه اسمها عيله الملايين، فيها برضو 3 بيوت. واخر عيله او العيله الكبيره اسمها عيله المليار، ومش عايزين الباقي. الاحاد عندي هنا لو كان ب4، يبقى قيمته بكام؟ هتفضل برضو بايه؟ ب4. الحاجات دي خدناها السنه اللي فاتت، برجعها معاك، مهمه جدا جدا. طب لو انا عندي في العشرات عندي رقم 5، هيبقى قيمته ازاي هنا؟ هيبقى بكام؟ هيبقى ب50. طيب لو انا عندي في المئات هنا مثلا 1، هيبقى قيمته بكام في خانه المئات؟ هيبقى قيمته بكام؟ ب100. لو تلاحظ معايا ان ان المئات تمام كده قبلها كام خانه؟ خانتين، صح كده؟ يبقى نحط 1 عشان هو هنا مكتوب الواحد، واحطه قبليه كام؟ صفرين. اما العشرات عشان كان هنا رقم 5، حطيت ال5 وقبليه في كام خانه؟ خانه واحده بس، فخليتها كام؟ خليتها صفر. طيب الالوف لو فيها مثلا 3، هيبقى قيمة 3 في الألوف بكام؟ هنقوله 3 وقبلها فيها كام خانة؟ 1 2 3، يبقى 3 أصفار. يعني بقى كام الرقم؟ بقى 3000. طب لو عشرات الألوف فيها مثلا رقم 5، يبقى برضه هنحط إيه؟ هنحط ال5 ونشوف قبليه في كام خانة؟ 1 2 3 4، يبقى في 4
أصفار، بقى اسمه كده 50,000. طب لو مئات الألوف فيها الرقم 7، أعمل إيه؟ أحط ال7 وأعد قبلها كام خانة؟ 1 2 3 4 5، يبقى أحط 5 أصفار، بقى 700,000. طب لو الملايين مثلا فيها كام؟ فيها 2، قيمة 2 في الملايين بكام؟ والسؤال ده بيجي في الامتحان وهيجيلك كمان شوية في الأسئلة. يبقى أحط الاتنين وأقول قبل المليون في كام خانة؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى أحط كام؟ 6 أصفار. أدي 1 2 3 4 5 6، والاتنين دي كام؟ يبقى الرقم السابع. يبقى الملايين بيتكون من كام خانة؟ من 7 خانات. تمام، الرقم اللي هو المطلوب وقبليه في 6 أصفار. طب عشرات الملايين لو فيها مثلا الرقم 8، هيبقى قيمته ازاي في 10 الملايين؟ برافو عليك، انا سامع حد بيقول لي اعمل ايه؟ اقول 8 وقبلها كام خانة؟ اعدهم واحط مكانهم أصفار. ادي 1 2 3 4 5 6 7. جميل قوي. يبقى ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى عشرات الملايين متكونة من كام رقم؟ متكونة من 8 أرقام. طب مئات الملايين، لو أنا عندي مثلا في مئات الملايين عندي الرقم 4، هعمل إيه؟ أحط الأربعة وأشوف مئات الملايين فيها قبلها كام خانة؟ أعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى فيها كام؟ 8 أصفار. يلا بينا نحطهم مع بعض. أدي 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، وهنعرف ازاي دلوقتي نعدهم مع بعضينا. طب المليار لو فيها الرقم 1، ايوه خلاص احنا كده فهمنا مع بعضينا. هنحط الواحد وقدامه كام صفر؟ قدامه 9 أصفار. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بقى 1 مليار. يبقى كل رقم من أرقام الخانات لازم يكون ليه قيمة. يبقى الأربعة عندي لو في خانة الآحاد ب4. طب لو عندي 5 في العشرات هيبقى ب50. طب لو عندي 1 في المئات هيبقى ب100. طب لو 3 في خانة الألوف هيبقى ب3000. طب لو 5 في عشرات الألوف هيبقى 50,000. طب لو 7 في مئات الألوف هيبقى كام؟ هيبقى 700,000. طب لو 2 في خانة الملايين هيبقى كام؟ هيبقى 2 مليون. طب لو 8 في خانة عشرات الملايين هيبقى كام؟ هيبقى 80 مليون. طب لو عندي في خانة مئات الملايين في 4 هيبقى 400 مليون. والمليار طبعا لو في 1 هيبقى كام؟ هيبقى 1 مليار. طيب قبل كده أنا في سنة تالتة اتعلمنا إن إحنا عشان نيجي نعد الرقم بنعمل إيه؟ خد بالك كده معايا في ملحوظة مهمة جدا، بيقول لك لقراءة العدد، عشان أقرأ أي عدد بعمل إيه؟ باجي بعد كل 3 أرقام من اليمين أعمل إيه؟ أعمل فاصلة. طب نيجي نكتب رقم كده ونحاول نعده مع بعض. يلا بينا. ماشي، وليكن الرقم دوت. يلا نطبق الخطوات اللي معايا دي كده، ولازم دي نعرفها كويس جدا جدا. بيقول لك بعد كل 3 أرقام من اليمين أعمل فاصلة. يلا بقى نعد يا شباب. 1 2 3 وأعمل إيه؟ أعمل فاصلة. يلا 1 2 3 وأعمل إيه؟ وأعمل فاصلة. تمام. وبعد كده بنسمي أطباق العائلات. أنا قلت لك ده اسمها عائلة إيه دي؟ عائلة الوحدات. تمام، عائلة الوحدات. ودي اسمها عائلة الألوف. ودي اسمها عائلة الملايين. يبقى أكبر رقم عندي هنا في العدد ده كام؟ هيبقى إيه؟ 3 مليون. طيب وبعد كده نقرأ العدد منين؟ من الشمال. نقرأ العدد منين؟ من الشمال. ما ينفعش من اليمين، أنا بقسمه من اليمين وأقرأه من الشمال. هبدأ أقول كده، هو عندي هنا أول رقم هنا من الشمال كام؟ 3. تمام كده؟ دوت كده 3 إيه بقى؟ 3 مليون. يبقى أقول الرقم وأقول اسم العيلة بتاعته. 3 مليون و453 ألف 421. طبعا الوحدات لا بتتكتب ولا بتتنطق. تمام، بنقول 421 بس من غير ما نقول وحدات. تمام، اقول تاني واكرر مع بعض تاني. يلا اعد الرقم منين؟ من الشمال. اقول 3. طبعا انا عندي في خالة مين هنا كام رقم؟ رقم واحد بس. يبقى هقوله 3 مليون و453 ألف 421.
طبعا الموضوع سهل معايا جدا. يلا بينا ناخده كمان واحده وايه نحل مع بعض. يلا مثلا وليكن هنا 17 206 530. يبقى هنعمل ايه يا شباب؟ زي ما اتفقنا هنيجي من اليمين ونقسم بعد كل 3 ارقام نعمل فاصله، 1 2 3 واعمل فاصله. بعد كده اعمل ايه؟ هقسم الاطباق او اسمي الاطباق. ده اسمه ايه؟ اول 3 ارقام يبقوا طبق، تاني 3 ارقام يبقوا طبق، تالت او تالت ايه ارقام بقوا طبق تالت. تمام كده. ودي اسمها ايه؟ الوحدات. دي اسمها الالوف. دي اسمها الملايين. انا في الاول بكتب اسم الوحدات، بعد كده يعني في الاول بكتب ايه؟ اسم الاطباق والعائلات بتاعتي. بعد كده طبعا ببقى خلاص حفظتها بقى ايه، بقرا الرقم من غير ما ايه اسمي اي حاجه. يبقى تيجي نعد الرقم كام منين؟ نعده من الشمال. يلا بينا. 17 مليون و 206 الف و530. بس طبعا الوحدات اللي بيتكتب ولا بيتنطق. الموضوع سهل جدا مع بعض تاني. يلا بنكرر. هنعد منين؟ من الشمال. اقول الملايين فيه كام رقم؟ في رقمين بس، بقولهم هما كام؟ 17. واسمي اسم العيله بتاعته 17 مليون واقول طبعا عندي هنا الطبق دوت فيه كام رقم؟ احنا قلنا 3 بيوت. تمام. يبقى 206 الف و530. ناخده كمان رقم ونعدوه مع بعضيهم. انا عندي رقم اهو. يلا بينا نعده زي ما اتفقنا من شويه. نعمل ايه؟ هنيجي من اليمين ونقسمه بعد كل 3 ارقام واعمل فاصله. دي 1 2 3 واعمل فاصله، 1 2 3 واعمل فاصله، 1 2 3 واعمل فاصله. تمام. الرقم دوت مكون من كام رقم؟ يلا نعده مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جميل قوي. وبعد كده نعمل ايه؟ نسمي الاطباق. بعد كل 3 بيوت نعمل طبق، كل 3 بيوت نعمل طبق، كل 3 بيوت نعمل طبق، ودوت طبق لوحده عشان ده اكبر حاجه. دي اسمها ايه؟ خانه الوحدات او عيله مين؟ عيله الوحدات. العيله اللي بعديها اسمها عيله الالوف، والعيله اللي بعديها اسمها عيله الملايين، واكبر عيله اسمها ايه؟ المليار. اللي هيحفظ الحاجات اللي قلناها في الاول دي هيعرف يعد اي رقم. يلا بينا اتفقنا نعد منين؟ نعد من الشمال. نقول الرقم الموجود في الطبق. يلا بينا. 9. 9 ايه؟ اسم العيلة 9 مليار. وانا عندي العيلة دي تمام كده اللي هو عيلة مين؟ الملايين. فيها كام رقم؟ فيها 3 ارقام. تمام. بس ده صفر وصفر طبعا مش هننطقه. هنقول ايه؟ 2 صح؟ يبقى دوت 2. هنقوله 2 مليون. يبقى 9 مليار و2 مليون و 514 الف و870. نقرأه تاني مع بعض. هنعد منين؟ نعد من الشمال. وهنقوله 9 مليار و2 مليون و514 ألف و870. طبعا يا شباب اللي هيحفظ دولت هيعرف يعد أي رقم. هيعرف يعد إيه؟ أي رقم. الأرقام سهلة. تابع معايا لغاية الآخر. الصفحة الجاية إن شاء الله في أسئلة وتدريبات على اللي احنا خدناه دلوقتي، والدرس يعتبر إيه؟ سهل جدا جدا جدا. التدريب يا شطار على اللي احنا خدناه من شويه. عندي هنا بيقول ايه؟ اقرأ العدد ثم اكتب كما بالمثال. مديك هنا ايه؟ 3 امثله. مديك اول حاجه مثال محلول، واحنا هنحل الاتنين مع بعض. انا عايزك تحل قبليه كده وراجع معايا في الحل. اللي هيبقى حافظ اللي فات هيحل ايه؟ يقرأ اي رقم. تعال نشوف العدد ده مكون من كام رقم. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هو مقسمهم لك هنا، يعني الراجل يشكر ايه؟ مقسمهم لك. هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نقسمهم ايه؟ او نسمي الاطباق بتاعتنا. ده طبق، وده طبق، وده ايه؟ طبق. اول طبق اسمه طبق مين؟ شطور. اسمه طبق الوحدات. طب الطبق اللي بعده او العيله اللي بعدها اسمها عيله الالوف، والعيله الاخيره هنا اسمها عيله الملايين. فهنا بيقول لك ايه؟ يعني عد الرقم منين؟ من الشمال. هنعد الرقم من الشمال. فهو مديك هنا 7 مليون و 431 ألف. تمام. هو ده اسمه كده ايه؟ عيلة المليون، ودي عيلة الألف. وهنا 542 ومش كاتب لك اسمها عشان الوحدات لا بتتكتب ولا بتتقرا. تمام. احنا بنعد الرقم بس ملهاش اسم. العيلة بتاعتها ملهاش اسم. تمام كده. هنقول الرقم تاني. 7 مليون
431,542. ده كده أول إيه؟ أول مسألة وهو محلولة. طب نحل مع بعضنا بقى إيه اللي جاي دوت. أنا عايز الشطار يحلوا معايا، تمام، وتأكد منين؟ من الحل اللي إحنا بنحلوه سوا. الرقم دوت مكون من كام رقم؟ يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8. طب تيجي نعد كده، نقوله كده الوحدات مع بعضينا. يلا بينا نراجع سوا. أحاد، عشرات، مئات، ألوف أو أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، عندنا مليون أو أحاد الملايين، وعندنا إيه؟ عشرات الملايين. يبقى أكبر هنا خانة اسمها خانة مين؟ عشرات الملايين. اتفقنا من إيه من شوية إن إحنا قلنا بعد كل 3 أرقام هنعمل فاصلة. والله هو هنا إيه؟ عامل معاك واجب هنا وعامل لك الفاصلات بتاعتك، تمام؟ هنعمل إحنا دلوقتي هنسمي الأطباق بتاعتنا. أول طبق اسمه طبق إيه؟ الوحدات. والطبق اللي بعده اسمه طبق الألوف أو عيلة الألوف. وآخر طبق عندي اسمه طبق مين؟ الملايين. لما أجي أقرأ الرقم هقرأه منين؟ هقرأه من الشمال. أقول هنا كده، خد بالك كده، أول رقم كبير ده اسمه إيه؟ اسمه 10. يبقى أقول له كده 10 مليون و 265 ألف. 265 ألف و 301. يبقى هنا 301 طبعا ملاش ايه؟ ملهاش اسم، يبقى دي ما تتسماش، لا بتتأتى لا بتتقرا ولا ايه؟ ولا بتتكتب. هناخدوا المثال اللي بعده، وعايز الشطار ايه برضو ايه؟ يحلوا معايا وانا بحل، وحاول تسابقني. العدد دوت مكون من كام رقم؟ نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى دوت اكبر ايه؟ اكبر خانه اسمها خانه مين؟ المليار. يبقى المليار مكون من كام رقم؟ من 10 أرقام. تمام كده. طب والمليون، مين شاطر يقول لي مكون من كام رقم؟ متكون من 7 أرقام، واحد وقدامه 6 صفار وهو السابع. تمام. طيب، يبقى تيجي نعد كده مع بعضينا كده الخانات ونفتكرها مع بعض. اول خانه اسمها خانه الآحاد، واللي بعديها العشرات، واللي بعديها المئات. شطار. اللي بعديها أحاد الألوف أو الألوف، اللي بعديها عشرات الألوف، اللي بعديها مئات الألوف، اللي بعديها المليون أو أحد المليون، بعد كده عشرات المليون، بعد كده مئات المليون، وأكبر رقم اسمه إيه؟ اسمه المليار. طبعا هو هنا مقسم لي المسألة، يعني أنا هعمل إيه؟ هقرأ من الشمال على طول. أكبر هنا أعمل قبل ما أقرأ رقم بعمل إيه؟ قبل كده قلت لكم بنمسك الإيه؟ كل 3 أرقام نقسمهم مع بعض. أدي هنا دوت كده بيت أو عيلة، أدي عيلة، ودي عيلة، ودي عيلة. دي عيلة مين؟ دي عيلة الوحدات. ودي عيلة الألوف. والعيلة اللي بعدها عيلة الملايين. وأكبر عيلة المليار. الموضوع سهل جدا إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة آخر الحصة هتلاقي نفسك بتعد أي رقم، بس التزم باللي أنت تعمل إيه؟ احفظ الحاجات اللي خدناها في الأول. لما نيجي نعد الرقم هنا نعده منين؟ نعده من الشمال. هنكتب هنا كام؟ 2. 2 إيه؟ اسم العيلة مليار، يبقى 2 مليار. والعيلة التانية اللي قبليه اسمها عيلة الملايين. وواحد، هو طبعا هنا عندك إيه؟ لو أنت عديت الرقم ده لوحده بس هو 3 أرقام صح؟ اقرأ كده 105. يبقى 105 ايه؟ مليون. يبقى 105 مليون. و هنا ده 3 أرقام برضو نعدهم. 324 ايه بقى؟ ألف. 324 ألف و 136 بس. 136. الأرقام سهلة جدا جدا. نعد الرقم تاني دوت يعتبر أكبر رقم نعدوه سوا. هنعد منين؟ من الشمال. هنقول 2 مليار و105 مليون و324 ألف و136. المسألة اللي بعد كده بتقول يا شباب اقرأ العدد ثم حدد الرقم الذي يقع في الخانة المطلوبة. جميل قوي. بيديك رقم أهو، تعال نعدوه نشوف الأول مكون من كام رقم. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10. طالما 10 ارقام، طالما 10 ارقام يبقى دوت ايه؟ خانة مين اكبر خانة؟ خانة المليار. هو هنا عامل لك ايه؟ مقسم لك الرقم من اليمين بعد كل الارقام عامل لك فاصلة. يبقى احنا بس هنسمي ايه؟ هنسمي الاطباق بتاعتنا. يلا بينا مع بعض. دي عيلة مين؟ الوحدات. العيلة اللي بعديها عيلة الالوف. العيلة اللي بعديها عيلة الملايين. واخر عيلة اسمها عيلة المليار. لما اجي اقرا رقم بعده منين؟ بعده من الشمال. هو اكبر رقم اقول 8 مليار. 8 ايه؟ مليار. و334 مليون و564 الف و297. طبعا اخر اول خانه دي اللي هو الوحدات اللي بتتكتب ولا بتتقرا. انا برجع على الكلام ده تاني يا شباب وباكد لكم عليه تاني عشان في ناس بيتلخبطوا فيه. طب هو المطلوب هنا ايه؟ بيقول لك اقرأ العدد ثم حدد الرقم الذي يقع في الخانة المطلوبة. طب بيقول لك هنا عايز خانة المئات. طب نرجع مع بعض بسرعة كده نقول أول خانة دي اسمها خانة ايه؟ تمام كده؟ الآحاد. طب اللي بعديها عشرات، اللي بعديها مئات، اللي بعديها ألوف، اللي بعديها عشرات الألوف، اللي بعديها مئات الألوف، اللي بعديها المليون، اللي بعديها عشرات المليون، اللي بعديها مئات المليون، اللي بعديها المليار. طب هو عايز هنا ايه؟ عايز خانة المئات. هو خانة المئات هنا فيها الرقم كام؟ احاد عشرات مئات. يبقى هو رقم كام؟ الرقم 2. تمام؟ طيب بيقول لك عايز خانة عشرات الالوف. اللي في عشرات الالوف الرقم كام يا شباب؟ يلا بينا. احاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف اللي هو رقم كام؟ الرقم 6. اللي بعد كده بيقول لك عايز خانة المليار. طبعا خانة المليار هو اكبر رقم اللي هو كام؟ العدد او الرقم 8. طب بيقول لك عايز خانة مئات الألوف. اللي في خانة مئات الألوف اللي هو كام؟ أحاد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف أهو اللي هو كام؟ اللي هو 5. يبقى الخانة اللي فيها مئات الألوف فيها الرقم كام أو العدد كام؟ الرقم 5. الحاجات دي كلها بتيجي في الامتحان، مهمة جدا جدا جدا. أنا عايزك إن شاء الله يبقى في تدريبات في أي كتاب خارجي حاول تحل الحاجات دي وهتلاقي الحاجات دي زي إيه؟ زي الأسئلة دي بالظبط وأمثلة عليها بالظبط. هنخش في آخر جزئية في الدرس ركز فيها كويس جدا جدا عشان بتيجي في الامتحان. عندنا آخر جزئية في الدرس ودي مهمة جدا. ليه مهمة جدا يا مستر؟ عشان الحاجات دي كلها بيطلبها منك في الامتحان. بيطلبها منك فين؟ في الامتحان. هنكتبها مع بعض ونفهمها وتحفظها. مطلوب منك هنا بيقولك أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو كام؟ هو عايز أصغر عدد مكون من 7 أرقام. افتكر معايا المرة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت خدنا ايه؟ قلنا في كل خانة بيبقى فيه أكبر رقم وأصغر رقم. قلنا أصغر رقم في الخانة كام؟ أصغر رقم في الخانة الواحدة الصفر. طب أكبر رقم في الخانة 9. اللي شاف الحصة اللي فاتت هيبقى عارف الحاجات اللي بقول عليها دي. لو أنت ما اتفرجتش على الحصة اللي فاتت اتفرج عليها، مهمة جدا جدا جدا. يبقى هنا بيقولك عايز ايه بقى؟ عايز أصغر عدد مكون من 7 أرقام. يعني في 7 خانات. طيب هو عايز أصغر، يبقى هنا أصغر رقم في الخانة الواحدة كام؟ 0. أدي 1 2 3 4 5 6. طب لو حطيت صفر هنا في السبع ما ينفعش لأن صفر على الشمال ليس له أي قيمة. أحط كام؟ الرقم الأكبر على طول من الصفر اللي هو كام؟ الواحد. تمام؟ يلا بينا إيه؟ نعمل فصلات 1 2 3 1 2 3. يبقى عندي أصغر عدد مكون من 7 أرقام اللي هو مين؟ اللي هو المليون. يبقى المليون اللي هو قدامه كمان اللي هو إيه يا شباب؟ 1 وقدامه 6 أصفار. مهم جدا جدا بيجي في الامتحان كتير يقول لك ما هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام اللي هو مين؟ المليون. لو عايز أصغر عدد مكون من 3 أرقام. أصغر عدد مكون من كام؟ من 3 أرقام. أديني عرفت إيه الطريقة. يبقى أحط 0 1 أدي 2. لو حطيت صفر تالت يبقى ما ينفعش. هو عايز أصغر عدد يبقى أحط إيه؟ أحط الأكبر شوية اللي هو مين؟ الواحد. يبقى أصغر عدد مكون من 3 أرقام اللي هو مين؟ اللي هو 100. طب لو عايز أصغر عدد مكون من 10 أرقام. أنا خلاص عرفت الطريقة صح؟ يبقى عندي 10 خانات. أصغر رقم في الخانة اللي هو 0. يلا بينا أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والعاشر ما ينفعش أحط 0. أحط مكانه كام؟ 1. يلا بينا نفصصهم كده أو نعمل إيه؟ نعمل فصلات 1 2 3 فاصلة
1 2 3 نعمل فاصلة، 1 2 3 نعمل ايه فاصلة. يبقى اصغر عدد مكون من 10 ارقام هو مين؟ المليار. وقبليها كان اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو مين؟ المليون، اللي هو الارقام الجديدة اللي احنا خدناها السنة دي. طب هو عايز هنا اصغر عدد مكون من 4 ارقام. يلا بينا ادينا عرفنا الطريقة. ادي 1 0 2 3 والرابع احط مكانه ايه؟ 1. ما انساش اعمل الفصلات بتاعتي. يبقى اصغر عدد مكون من 4 ارقام هو مين؟ الالف. هحفظ الحاجات دي مهمة جدا جدا. في حاجة برضو مهمة برضو، يقولك عايز اصغر عدد مكون من 5 ارقام مختلفة. خد بالك ان قبل كده هو قال لك ايه؟ كان بيقول عايز اصغر عدد مكون من 7 ارقام بس، ما قالش حاجة تانية. برضو عايز اصغر عدد مكون من ايه؟ من 3 ارقام، واصغر عدد مكون من 10 ارقام. ما قالش مختلفه دي خالص. اول ما يقول لك كلمه مختلفه يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى الارقام كلها ايه؟ مختلفه. يبقى مش ينفع احط بقى 0 0 0 1. هو عايز اصغر عدد مكون من 5 ارقام. هبدا منين يا شباب؟ هبدا من الشمال. تمام. طيب اصغر رقم اللي هو كام؟ اللي هو الصفر. ما ينفعش على الشمال، يبقى احط مكانه الواحد. وبعدين هنا ينفع احط ايه؟ احط الصفر. وابدا بالترتيب التصاعدي. ادي صفر، ادي واحد، صفر. بعد كده بعد الواحد كام؟ 2 3 4. ادي 1 2 3 4 5 ارقام. ما انساش اعمل ايه؟ الفصلات بتاعتي. يبقى اصغر عدد مكون من 5 ارقام مختلفه هو كام؟ 10234. ناخد مثال كمان عشان نفهمه. هنا عايز اصغر عدد مكون من 7 ارقام مختلفه. مفروض لما اجي اقول لك، اول ما اقول لك كلمه مختلفه هبدا منين؟ هبدا من الشمال. طب بص الحته الجايه دي، لو انا عملت كده 0 1 2 3 4 5 6، دول كام رقم؟ دول 7 ارقام. لو انا عملتها بالطريقه دي غلط. لو عملتها بالطريقه دي يبقى ايه؟ يبقى غلط. امال ايه يا مستر اعمل ايه؟ لا ما ينفعش الطريقه دي. لازم اعمل ايه؟ شيل كده الرقم ده كده مع بعض. يلا بينا بسرعه نشيلوه. لازم اعمل اول حاجه الواحد وبعديها الصفر. كده المسافه صح، لكن قبل كده كانت غلط. يبقى هنا واحد صفر، بعد كده ممكن اقول باقي ترتيب ايه؟ تصاعدي عادي، اللي هو الاثنين 3 4 5 6. ما انساش اعمل الفصلات. 1 2 3 1 2 3. بقى 1,023,456. هنا أصغر عدد مكون من 7 أرقام مختلفة. لكن لو عملته كده، بص معايا، لو أنت عملت 0 1 2 3 4 5 6 كده بقى غلط، لأن ما ينفعش الصفر عشان ليس له قيمة. هعمل إيه عشان أخليه صح؟ هبدل الواحد مكان الصفر، يبقى الواحد الأول وبعد كده الصفر. ناخده مثال تاني برضو يوضح أكتر. هنا عايز اصغر عدد مكون من 10 ارقام مختلفه. يبقى اول ما اقول لك كلمه مختلفه هبدا منين؟ من الشمال. تمام. وطالما عاوز اصغر عدد يبقى احط له الواحد. بعد الواحد كام؟ احط الصفر. وابدا ترتيبا ايه؟ تصاعدي بقى عادي، اللي هو الاثنين 3 4 5 6 7 8 9. ما انساش الفصلات. 1 2 3 فاصلة، 1 2 3 فاصلة، 1 2 3 فاصلة. كده مكون من كام رقم؟ نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب مين الشاطر اللي يعدوا معايا؟ انا اعد من الشمال. يلا بينا. 1 مليار 23 مليون 456 ألف 789. أعده تاني. 1,000,456,789. طيب ناخده مثال تاني. بيقولك عايز أكبر عدد مكون من 6 أرقام. ما قالكش كلمة مختلفة. طب هنا احنا اتفقنا من شوية ان قلنا أكبر رقم في الخانة كام؟ 9. طالما هنا عايز أكبر عدد مكون من 6 أرقام يبقى كام؟ 9. هيبقى 6 تسعات. ادي 1 2 3 4 5 6. ما ننساش الفصلات. 1 2 3 فاصلة. بقى كام الرقم نعده سوا؟ 999,999. لكن لو قال لك عايز أكبر عدد مكون من 6 أرقام مختلفة يبقى هبدأ منين هنا بقى؟ هبدأ من الشمال. برضو زي إيه؟ أول ما أقول لك كلمة مختلفة أبدأ من الشمال. هكتب بقى هنا إيه؟
عايز اكبر عدد يبقى احط له ايه؟ اكبر عدد في الخانه اللي هو كام؟ التسعة. طب اللي بعديه 8، اللي بعديه 7، اللي بعديه 6، اللي بعديه 5، واللي بعديه 4. ما ننساش الفصلات، 1 2 3 فاصلة. كده دي بقت اسهل منين؟ اسهل من اصغر رقم. بكتب ايه من الشمال؟ الارقام ايه؟ تنازليا 987,654. مثال تاني للتوضيح، عايز أكبر عدد مكون من 7 أرقام وسكت، ما قالكش كلمة مختلفة. طالما قال لك أكبر عدد مكون من 7 أرقام يبقى عندي كام؟ 7 تسعات. يلا بينا، أدي 1 2 3 4 5 6 7. ما انساش الفصلات بتاعتي، 1 2 3 فاصلة، 1 2 3 فاصلة، وأعد الرقم منين؟ من الشمال. 9,999,999. طب لو قال لك بقى عايز أكبر عدد مكون من 7 أرقام مختلفة، يبقى هبدأ منين؟ هبدأ من الشمال وانزل ايه؟ واكتب الأرقام تنازلي. يبقى أول رقم كام؟ هيبقى 9، بعدين 8، 7، 6، 5، 4، 3. ما انساش الفصلات، 1 2 3 فاصلة، 1 2 3 فاصلة. كده 7 أرقام، أدي 1 2 3 4 5 6 7. أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين. يبقى 9,876,543. درس الأرقام الكبيرة أو الأعداد الكبيرة درس سهل جدا، ودرس مهم جدا جدا جدا. عايز شوية تركيز، وعايز إن أنا أحفظ الخانات بتاعتي اللي مكتوبة في أول حاجة اللي إحنا خدناها في أول الحصة. الخانات أحفظها زي اسمي اللي هو الأحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. وأكبر حاجة اللي النهاردة خدناها أو خدناها السنة دي المليار. المليار هو أكبر عدد مكون أو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ من 10 أرقام. يعني 1 قدامه 9 أصفار. أما المليون هو 1 قدامه كام؟ 6 أصفار. طبعا أنا مش عايز أكتر معاك في الحلقة أو أطول معاك الحلقة أكتر من كده. إن شاء الله المرة الجاية هناخد تدريبات على اللي خدناه النهاردة، وهناخد حاجة جديدة بإذن الله. تمام؟ عايزك إن شاء الله بس تعمل لايك للدرس، وتعمل اشتراك للقناة لو أنت مش عامل اشتراك عشان يوصلك كل جديد في المنهج إن شاء الله، وتفعل زر الجرس. وأشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.